السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله جاية اشارككم معايا بعادات وتقاليد كده عندنا في الريف. زي ما انتوا عارفين ان انا محتوى قناتي ان انا بقدم لكم كل حاجة عندنا في الريف وكل طبخاتنا واكلاتنا وجميع عاداتنا وتقاليدنا. النهاردة كده حلقة مختلفة خالص ومتميزة جدا، وانا يعني اترددت كتير قبل ما اقدمها، لان طبعا في ناس كتير مش هتعرف تعمل الموضوع ده لان ما عندهمش طبعا مواشي زينا. بس انا حبيت اشارككم بيها واعرفكم ايه العادات اللي احنا بنعملها في الاوقات اللي زي دي. طبعا انا عندنا مواشي، والبقرة بتاعتي ولدت من 3 ايام. متضحكوش عليا بقى وعلى الفيديو بتاع النهارده. انا حبيت اعرفكم انا بعمل ايه. طبعا كلنا عارفين ان البقرة لما بتولد او اي حاجة بتولد في الدنيا بيكون اول لبن ليها اسمه اللبن السرسوب. اللبن السرسوب ده بيفضل مع البقرة 3 ايام قبل ما يجي اللبن الحليب اللي احنا بنستخدمه في اكلاتنا وفي الحلويات وفي الحاجات بتاعتنا كلها اللي احنا بنشربها. اللبن السرسوب ده بيكون هو اللبن ده. كل يوم لمدة 3 ايام بنحلب اللبن ده منها، اسمه اللبن السرسوب. فاللبن ده بيتعمل منه حاجة جميلة جدا اسمها مطجن. وليه الاسم المطجن ده؟ ليه اسامي كتير جدا في بلاد مختلفة، بصراحة ما اعرفلهاش اسامي، بس انا اكتشفت ان هو ليه اسامي كتير. طيب المطجن ده احنا عاداتنا وتقاليدنا بقى بنعمل ايه؟ كل يوم على مدار ال3 ايام بنعمل المطجن ده وبنوزع منه على الاهل والجيران وعلى اصدقائنا وقرايبنا. دي عادة وتقاليد عندنا من قديم الازل يعني بنعملها، فبنفرح بيها اهلنا، وبتبقى صدقة للماشية بتاعتنا او يعني للبقرة بتاعتنا اعزكم الله. بتبقى صدقة عليه عشانها وعلشان خاطر المولود بتاعها اذا كان عجل او عجلة وكده. فبنفرح اهالينا وبنفرح اطفالنا وبنعمل الصنف الحلو ده اسمه مطجن. فده اللبن اللي اسمه اللبن السرسوب. هعمله معاكم دلوقتي وهتشوفوا انا بعمله ازاي. طبعا معايا سكر اهو. السكر ده بحليه على حسب الرغبة، يعني كل واحد فينا بيحلي على حسب الرغبة بتاعته. هبتدي دلوقتي احط السكر فيه. عادات جميلة جدا بتفكرني بأيام الأفلام الأبيض وأسود بتاعت زمان لما كنا بنتفرج عليها كده. وكانت الجيران تدي بعضها من كل أكل عاملاه. وطبعا عندنا هنا في الفلاحين برضو كنا زمان، يعني ما عادش دلوقتي بصراحة الحاجات دي ما عادش حد بيعملها. كانوا الاول الناس طابخين عدس بصارة، اي اكل ان شاء الله يكون يعني حاجات بسيطة جدا. كانت كل واحدة تدي لجيرانها كل واحدة طبق، والتانية تبعت لها طبق محشي، طبق ملوخية. عادات وتقاليد جميلة جدا والناس بدأت تفتقدها، وانا حبيت يعني النهاردة كده ارجع العادات ديت. انا متمسكة بها جدا لاني بحب اعيش في الجو ده بصراحة يا جماعة. ببتدي بقى احل كده اللبن. هو يعني سهل جدا خالص، ولو في حد كان عايش في الريف ومتجوز في المدن اكيد عارف الموضوع ده، وعارف ان الجيران لما حد عنده يعني بقرة بتولد او جاموسة بتولد بيعملوا من المطجن ده وبيفرقوه على الجيران كلها. وبتبقى عادات جميلة قوي وبتعمل ترابط بينا كده وصلة ارحام حلو قوي. انا طبعا من يوم البقرة ما ولدت النهاردة 3 يوم لها، عمالة كل يوم بعمل واوزع على جيراني وعلى اهلي وعلى اخواتي. فالنهارده بقى اخر يوم اهو، حبيت ما فوتش اليوم ده غير لما اعرفكم انا بعمل ايه بالظبط وتشاركوني كده الايام الجميله دي. بحليه كده كويس، وطبعا بدوق السكر بتاعه، ولو مناسب خلاص، مش مناسب بحط له سكر تاني. هبتدي بقى دلوقتي اصبه معاكم في الصواني عشان احطه في الفرن. انا لما بصب في الصواني كده ما بكبرش الصواني قوي علشان لما اطلع الصينيه للولاد وياكلوا يعني ما تتهدرش كده ويبقوا ياكلوا منها شويه ويسيبوا الباقي. هبتدي بقى دلوقتي اصبه معاكم اهو. خلاص انا دقت السكر بتاعه لقيته مناسب قوي. انا هحطه كده بالكرنيب علشان ما يتبهدلش مني. ما بملاش الصينيه على الاخر، بحط كده شويه لانه في الفرن بيفضل يغلي كده لحد ما يتماسك. هو لما بيطلع يا بنات بيبقى عامل زي المهلبيه كده، بس وشه بيبقى احمر، بيبقى متماسك كده وبيتاكل بالمعلقه زي المهلبيه، بيبقى جميل جدا. انا ولادي دلوقتي واقفين حواليا ومستنيين ان انا اعمله، ف مستعجلين عليه خالص.
وعماله اسكته عشان صوته ما يطلعش كده في الفيديو ويزعجكوا زي حفصه، بس هو مش راضي بصراحه. كده خلاص الصينيه ديت كفايه عليها كده. هبتدي بقى اعبي الصينيه التانية اهي. طبعا اللبن دوت لو انت حابه تجربي التجربه اللي انا بعملها دي، وتعرفي مثلا لو انت في اماكن فيها ناس فلاحين وعندهم بهايم اعزكم الله يعني، فبتعرفيهم انا عايزه مثلا اللبن بتاع السرسوب بتشتري منهم وبتعملي نفس اللي انا بعمله ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا طبعا هعمل كميه كبيره عشان لسه فاضل بقيه الجيران ما ادتلهمش، فهوزع برضو من ده كمان. فكده خلاص على الصينيه دي برضو هعمل كمان واحده لان فاضل معايا كميه لبن. انا كده خلاص فضيت الجردل بتاعي شويه، هبتدي بقى اصب بيه كده، مش هخاف يعني مفيش حاجه هتدلق منه. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده خلاص انا عبيت الصواني بتاعتي كلها اهو. 3 صواني هحطهم في الفرن، وان شاء الله لما يطلع من الفرن هوريهولكم، استنوا. لكم تاني يا بنات بعد ما خلاص المطاجن بتاعها وطلع من الفرن. شايفين انا لما خلصت معاكم حسيت ان انا كده لسه في ناس جيراني ما خدوش مني، فافتكرتهم عشان ما يزعلوش مني، زودت كمان الصينيه دي والحله الزغنطوطه دي كده. خلاص كده هو طلع من الفرن قدامكم اهو. هو يا دوب غلي وبعدين وشه احمر كده، وانا طفيت عنه على طول. كنت مولعه له الفرن، انا حطيته في فرن البوتاجاز يعني، كنت مولعه الفرن الشوايه من فوق ومن تحت. عايزه اوريكي بقى السمك بتاعه عامل زي المهلبيه ازاي علشان تعرفي ان انا فعلا كنت بقولك اهو. مسك خالص بقى عامل زي المهلبيه. وطبعا الميه اللي صارده منه ده السكر بتاعه، بيعمل الميه دي كده فيه. طعمه جميل جدا وجربوه يا رب بقى، يعني نفسي فعلا تجربوه لان فعلا جميل. لو انا اعرفكم واحده واحده فعلا بجد بيتكم كنت جيت لكم واديته لكم، لان فعلا بحبكم جدا. وعايزاكم تشاركوني في كل حاجه انا بعملها في بيتي. جربوه هيعجبكم. لو انتوا حواليكم ناس فلاحين وتاخدوا منهم اللبن ده وتجربوه، جميل جدا وهيعجبكم. وعايزه اقول لكم كمان ان هو يعني طعمه بيبقى مقرب للمهلبيه او الكاستر كده بالظبط، بس يبقى اجمل كمان ومغذي، لان لبن السرسوب ده كلنا عارفين انه مغذي جدا. طبعا احنا بندي منه للعجل الصغير بيشرب منه يعني، وبناخد من جنبه شويه اللبن بنحوشهم يعني. فطبعا القصه دي كلها مش هتشغلكوش كتير، فانا بس حبيت افهمكم. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم يا رب، وتكونوا استفدتوا مني بحاجه وتكونوا عشتوا معايا كده لحظات جميله انا بعملها. هسيبكم بقى دلوقتي علشان اروح اوزع المطاجن ده على حبايبي وعلى اصحابي. يا رب كده باذن الله اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم كل اللي يعجبكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان اقدم لكم كل جديد. ولو انتوا كنتوا لسه اول مره تشوفوني يا ريت تشتركوا وتدعموني وتشجعوني كده علشان اقدم لكم كل شيء يبسطكم ويفرحكم. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.